ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم F1. فيلم F1 تقريبا كل الناس اللي اشتغلوا فيه كانوا هم اللي اشتغلوا على توب جان مافريك، نفس المخرج، نفس المؤلف، نفس الملحن، ونفس السينماتوجرافر. تقريبا كمان هي نفس القصه اصلا، متسابق محترف مكروه في المجال بسبب طرقه اللي بره الصندوق، بيطلب منه ان هو ينضم لنادي حالته سيئه جدا ومش عارفين يكسبوا ولا سباق، على امل ان انضمامه ليهم هيخليهم يتفوقوا وممكن يوصلوا لسباق فورمولا 1 اللي هو تعتبر حاجه كبيره يعني في عالم السباقات. انا ما عنديش اي فكره عن الموضوع خالص، يعني تقريبا هي فعلا نفس القصه، انت تقريبا غيرت مسميات بس مش اكتر. فالمهم بقى، هل فعلا الفيلم ده هيقدر يوصل لمستوى توب جان مافريك؟ فيلم F1 ممكن يكون من اكتر الافلام المنتظره السنه دي، لان فعلا كل التوقعات كانت مستنيه ان هم يشوفوا توب جان بس في السباقات، والفيلم بقى فعلا قدر فعلا يوصل جدا للمستوى ده. بص برضه مش هيكون زي توب جان بالظبط، يعني مش نفس الليفل، لان برضه توب جان كان عنده جزء اول كان قادر ان هو يبني قصته عليه، وغير كده بقى مشاهد السباقات هنا مهما كانت جامده والكلام ده كله ما كانتش برضه توصل لنفس مستوى الخطر بتاع توب جان، لان ببساطه في توب جان انت كنت عارف ان الممثلين كلهم كانوا هم اللي بيعملوا مشاهد الطيران بنفسهم، وان توم كروز كان هو المسؤول عن تدريبهم، واصلا ده كان الشرط الاساسي عشان يعمل الفيلم والكلام ده كله. في F1 هي المشاهد حقيقيه طبعا وكل حاجه، وفي ستانتس بتتعمل والكلام ده كله، بس انت متاكد ان مش الممثلين هم اللي عملوا كل الستانتس دي. بس ده ما يمنعش تماما ان مشاهد السباقات كانت جامده جدا فعلا، فيها سسبنس، فيها كده الانتنسيتي، انت قاعد كده مستني تتفرج عايز تعرف ايه اللي هيحصل. فعلا السسبنس كان عالي قوي قوي في المشاهد دي، وتصوير المشاهد هو بالظبط اللي انت متوقعه من مخرج توب جان، المشاهد اللي تخليك تحسسك ان انت جوه السباق نفسه او جوه العربيه. يعني بجد مشاهد السباقات دي من كتر ما هي معموله بشكل حلو هي فعلا سبب كافي اللي يخليك لازم تشوف الفيلم ده في السينما، ويا سلام لو شفته في الايماكس هيزود المتعه اكتر بكتير. لا والمشاهد كتيره كتيره جدا على مدار الفيلم ساعتين ونص ومليان مشاهد سباقات. لا وهنا بقى الفيلم مش بيعمل زي الافلام اللي هي بتبدا الاول بالقصه يبني لك الشخصيات والحاجات دي وبعد كده بقى يبدا بقى يدخل في السباقات، لان السباقات بادئه من اول الفيلم، من اول مشهد في الفيلم وهو في سباقات، هم عارفين كويس قوي ان انت داخل عشان تتفرج على السباقات وانت هتشوف سباقات فعلا. ومش معنى كده ان قصه الفيلم ما كانتش معموله بشكل حلو حاجه، بالعكس ده القصه كانت واخده وقتها جدا، والبالانس ما بين مشاهد السباقات والمشاهد بتاعت الكاركترز عموما عشان تعمل لك شخصيات مكتوبين بشكل حلو فعلا كان معمول بشكل حلو جدا. القصه تحسها كده ماشيه بسلاسه رهيبه، عارف كده احساس السهل الممتنع ده، يعني فعلا تقريبا برضه هو فعلا هو نفس الاحساس اللي كان في توب جان. وطبعا كل ده يحسب جدا لمخرج الفيلم جوزيف كوزينسكي. كفايه بس ان احنا بنتكلم على فيلم مدته ساعتين ونص، انا ما حسيتش مده الفيلم، ما كانش عندي اي مانع نهائي مع الساعتين ونص خالص، لا انا ممكن اقول انهم عدوا بسرعه نسبيا كمان. وبالنسبه لقصه الفيلم بقى نفسها اللي كتبها جوزيف كوزينسكي مع ايرين كروجر اللي برضه هم اللي كتبوا توب جان، هي القصه ما فيهاش جديد، انت شفت التريلر انت عارف القصه هتمشي ازاي، هو اللي انت عارفه في التريلر اللي انت عرفته منه هو اللي انت هتشوفه في الفيلم بالظبط. والفكره هنا مش في القصه نفسها انها فيها جديد ولا اي فكره، القصه اتعملت ازاي، هو ده بقى الفكره، ان القصه فعلا كانت معموله بتنفيذها بشكل حلو جدا. زي ما قلنا فكره ان في دراما وفي شخصيات مكتوبين بشكل حلو، وكل ده ما اثرش خالص على كميه مشاهد السباقات نهائي، بالعكس كمان دول كانوا عاملين بعض الحركات الصايعه كده ان هم يعرفوا يوصلوا لك التطورات اللي بتمر بيها الشخصيات دي، المشاكل اللي بيمروا بيها، او مثلا التغيير اللي هيحصل لهم بسبب حاجه حصلت لهم، يعرفوا يطلعوا لك ده في مشاهد السباقات نفسها. وده برضو عامل كبير جدا من اللي يساعد ان مشاهد السباقات ما تكونش قليله، وفي نفس الوقت برضو ما تقللش من الكاركترز اللي في الفيلم خالص. بس غير بقى كده الدراما نفسها اللي في الفيلم، الطريقه اللي اتقدمت بقى الدراما كانت حلوه قوي بالنسبه لقصه الفيلم، لان الدراما هنا مش جايه بشكل التقليدي اللي هو جو بقى الموسيقى الحزينه والناس بقى تحكي عن مشاعرها والكلام ده، هو الكلام ده موجود في بعض الاوقات في الفيلم بس مش ده اللي ماشي الدراما بتاعت الفيلم، مش ده اللي مبني عليه الدراما بتاعت الفيلم، لان هنا الشخصيات كلها طالعين هم جو التاف جايز بقى، دول الناس الناشفين بقى الجامدين دول اللي من الاخر كده كل واحد فيهم عايز ان هو يلوك كول، كل واحد فيهم عايز يبان ان هو جامد الملك في حتته، مفيش حد عايز يبين نقطه ضعف ليه، مفيش حد عايز يبين لحظه انهيار او لحظه ضعف ليه نهائي. وبالرغم من كده ده ما اثرش على الدراما خالص، لان هم كانوا معتمدين في القصه على الممثلين وعلى الماتيريال المكتوبه، سواء المعلومات اللي بتحصل سواء التغيرات اللي بتشوفها على الشخصيات دي من خلال ردود فعلهم اللي بتختلف من مره للمره الثانيه، لو يعني مواقف متشابهه او حتى لو مواقف مختلفه، وبتشوف ان هم زي ما تقول الاختبار اللي اتحطوا فيه هيعرفوا هيعدوه ازاي، هم هيبقى رد فعلهم ايه على الاختبار ده. فعارف تحس انها دراما حلوه، وفعلا في شخصيات بتتغير على مدار الاحداث وبيتفاعلوا معاها من غير ما الشخصيه نفسها الطابع الخارجي ليها يتغير، اللي انت شفته في الاول هم نفس الشخصيات بتشوف النضوج اللي حصل لهم بس من غير ما تحس ان الشخصيه نفسها اتغيرت 180 درجه وخلاص عشان خاطر يعملوا لك المشهد الدرامي يعني وكده. واللي عجبني برضو في القصه ان هنا مش فكره الشخص الجامد اللي هيجي يمرن الشاب اللي هيتعلم منه الدروس والكلام ده كله، واللي هو يكون معترض على طريقته في الاول بس بعد كده يبدا يفهمه ويبدا يعمل نفس طريقته بالظبط والكلام ده كله، لا يعني هو كده هو ده اللي بيحصل. بس برضو حتى الشخص الرئيسي نفسه اللي هو براد بيت
هو نفسه بيحصل تغييرات على مدار الاحداث، هو نفسه بيتعلم بعض الدروس وبينضج شويه على مدار الاحداث بالنسبه لاول مره انت شفته فيها او بالنسبه لبدايه الفيلم لما تقارنه بالاخر. التمثيل بقى براد بيت كان عامل الدور حلو جدا، هو عامل نفس الدور اللي انت عارفه منه، حته الكول جاي دي برده، الشخص اللي بادئ، الشخص الجامد اللي بيقعد يرمي كده وان لاينرز كل شويه، وفي نفس الوقت هو برده محترف في الحته بتاعته، او على الاقل هو عنده خبره في الحته بتاعته حتى لو هو مش في اعلى ليفل من ليفلات الاحتراف يعني، وده برده اللي هتشوفه على مدار الفيلم. بس برده اللي خلى الدور حلو هنا هو نفس السبب اللي خلى الدراما اللي في القصه تكون فعلا حلوه، ان برضه هو طالع بدور التاف جاي اللي من الاخر مش هيبين نقط ضعفه ومش هيبين ان هو لحظات انهياره، وبرضه في نفس الوقت القصه معتمده على ادائه وعلى المواقف اللي بيعملها، رد فعله على الموقف او تغييره في موقف معين من غير برضه ما يغير الشخصيه نفسها. هي اللحظات الهاديه هي اللي كانت بتحل الفيلم ده بكل تاكيد مع كل الشخصيات، وهي الفكره ان اللحظات الهاديه دي كانوا بيعرفوا ما يغيروش فيها الشخصيه، وفي نفس الوقت تشوف برضه فيها النتيجه اللي بتحصل سواء المواقف الهاديه او حتى ردود فعلهم جوه السباقات نفسها. هي دي الفكره في الدراما، وبرضه هو ده اللي يساعد الاداء انه يطلع بالشكل الحلو ده. هافير بارديه برضه اكيد انت كنت عارف ان هو هيبقى عامل الدور حلو، وعلاقه الصداقه اللي ما بينه وما بين براد بيت كانت متقدمه بشكل حلو جدا في الفيلم، وبرضه نفس الكلام انها كانت معتمده على المواقف اللي انت بتشوفها على مدار الفيلم نفسه، مع انهم كانوا بيحكوا لك ايه السبب اللي خلاهم يبقوا اصحاب وكانوا عمالين يحكوا على ماضي حصل ما بينهم وكده، لان برضه لا هو الفيلم معتمد على الماتيريال اللي متقدمه قدامك دلوقتي في الوقت الحالي ده، مش في الفلاش باك، الاحداث اللي بتحصل دلوقتي. دامسون ادريس برضه كان عامل الدور بشكل حلو، وده كان واقع في حته اللي هو كان ممكن في لحظه يتحول من ان هو يكون الجود جاي التاني او ان هو يكون الشخص التاني اللي انت بتروت ليه، او على الاقل ان انت متفهمه لشخص خنيق، الشخص اللي انت كارهه كانه الفيلم بالنسبه للبطل هو براد بيت، لان لو ما كانش كده والفيلم كان مديله ماتيريال حلوه قوي بالنسبه ان انت بتتكلم عن فيلم بطول براد بيت، ومن الاخر يعني هو ده الشخصيه الاساسيه في الفيلم، فبالنسبه لده الماتيريال الموجوده اللي هو في الاخر سبورتنج اكتور هي كانت معموله فعلا بشكل حلو. بس بالنسبه للفيلم ساعتين ونص هو ده كان متوقع برضه، لان الفيلم طويل برضه، انا ما حسيتش بمده الفيلم او ما كانش عندي مانع من مده الفيلم، بس يعني هو ده كان متوقع بالنسبه للساعتين ونص بتاع الفيلم. باقي التمثيل كانوا كلهم كويسين، ما كانش في حد وحش خالص في الفيلم. كاري كوندون كان دوره تقريبا هو الدور اللي انت متوقعه في القصه دي، مع كان فيه استخدام حلو للكاركتر بتاعتها في بعض اوقات الفيلم، بس هو يعني هو نفس الدور اللي انت عارفه بالنسبه لشخصيه زي دي في فيلم من النوعيه دي. موسيقى الفيلم المبدع هانز زيمر اللي لعب دور كبير انها تخليك مندمج اكتر مع الاحداث، ولعب دور كبير جدا في السباقات في وقت السسبنس والكلام ده كله. اكيد انت عارف ان الموسيقى هتكون حلوه، هي ممكن ما تكونش الموسيقى الميموربل الاول، انت هتطلع كده من الفيلم عايز تدور على الموسيقى دي عشان تسمعها لوحدها والكلام ده كله، يعني لا الموسيقى دي ما فيهاش نفس ليفل موسيقى مثلا دون ولا انسبشن ولا دارك نايت ولا الحاجات المميزه قوي يعني لهانز زيمر، بس في نفس الوقت برضه هو الفيلم ده ما كانش يحتاج النوع ده من الموسيقى، بالعكس يعني الفيلم ده لو كان فيه موسيقى قريبه من دول شويه كنت تحس انها اوفر شويتين، مش بقول انها تبقى نفس الموسيقى بس حتى لو نفس النمط او قريبه منهم كده سنه في الاسلوب العام كان ممكن تبقى اوفر قوي على الفيلم ده. طب ايه بقى خلاص يعني الفيلم كان جامد قوي كده ما فيهوش ولا عيب. هو انا عندي مشكله واحده في الفيلم، ان بالنسبه للفيلم مدته ساعتين ونص كان ممكن يعملوا شغل احلى في حته الدراما والكاركترز، الدراما كانت معموله بشكل حلو جدا، بس بالنسبه برضه ان انت تتكلم على فيلم ساعتين ونص بالذات بالنسبه لشخصيه دامسون ادريس اللي هو الشخصيه المساعده من الاخر في الفيلم، كان ممكن مش عارف ان هو يتقدم له ماتيريال اكتر، لا هي الماتيريال اللي متقدمه له كانت حلوه بس كان ممكن يستغلوها بشكل احسن، خصوصا ان في جزء كامل في الفيلم عند نص الفيلم تقريبا في احداث مهمه بتحصل للشخصيه دي، وهي دي الماتيريال الحلوه اللي اتقدمت له وهم عملوها بشكل حلو، بس كان ممكن يستغلوها بشكل اقوى من كده، ونوعا ما كان المفروض يستخدموها بشكل اقوى من كده بالنسبه للساعتين ونص. يعني انا حسيت ان الماتيريال كانت موجوده وهم عملوها بشكل كويس، بس برضه تحس ان هم كانوا مستعجلين شويه، اللي هو عمالين ينطوا اللي هم وروا لك الحته دي يلا موف اون على اللي بعده، واللي بعده في الغالب يكون مشهد سباق. يمكن هي دي الحته الوحيده اللي حسيت ان مشاهد السباقات فيها الى حد ما جت سنه على الكاركترز، ما اقدرش اقول ان ده ضايقني في العاده لان زي ما قلت انت داخل فيلم بطوله براد بيت فانت عارف ان الفيلم هيبقى هو ده الشخصيه الرئيسيه اللي فيه والباقيين كلهم هيبقوا ناس مساعده ليه وخلاص، وهيبقوا كلهم استخدامهم موجود حتى لو هم تم استخدام الشخصيات الثانيه بشكل حلو، فهو في الاخر هيكون استخدامهم عشان يطور شخصيه براد بيت نفسها، وده اللي حصل هنا. بس يعني كنت متوقع اقوى من كده بالنسبه للفيلم ساعتين ونص. يعني توب جان ودي بقى اخر مقارنه هعملها بين الفيلم ده وتوب جان، بس هي مقارنه لازم من الاخر. يعني في توب جان لما عملوا يعتبر حركه شبيهه بدي مع توم كروز ومايلز تيلر، وبرده الفيلم بطوله توم كروز انت ما كانش عندك شك في ده خالص، بس بالنسبه لي بالنسبه لتوب جان كان كمان اقصر من الفيلم ده شويه. مايلز تيلر كان استخدام شخصيته في الفيلم كان احسن من شخصيه استخدام دامسون ادريس هنا، مع ان برده في الاخر هو شخصيه مساعده بس كان شخصيه سوليد اكتر من الشخصيه دي. بس في الاخر كل ده ما يمنعش ان ده امتع فيلم السنه دي خلاص بلا شك، ولو انت مستني ان انت تشوف توب جان بس في السباقات ده اللي هتلاقيه هنا، ولو هو مش بنفس المستوى بالظبط بتاع توب جان فهو قريب منه جدا. وعموما احساس المتعه اللي انت حسيته في توب جان اكتر فيلم هتحس فيه باحساس مشابه لده هو اف 1. وحتى لو انت كان عندك مشاكل مع القصه او ان الكاركترز كان ممكن يتعمل لهم ديفلوبمنت بشكل اقوى من كده شويه، ممكن يحصل جدال في الحته دي، بس برضه وانت في الفيلم مش هتركز في الكلام ده لان هم كل شويه هيعملوا مشهد سباق، ومن الاخر هو ده السبب اللي انت راح تشوف الفيلم ده عشان، وده موجود وموجود منه كتير جدا، وده هيخليك ما تركزش كتير قوي مع
بعض الاوقات اللي كان ممكن يطوروا فيها الشخصيات بشكل احسن والحوار ده كله يعني. وهديله 8 من 10. وبس كده، ده كله ممكن نقوله على فيلم F1. انت شفتوا الفيلم ولا لسه؟ لو شفتوه اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، لو ما شفتوش لازم تروحوا تشوفوه لان الفيلم ده فعلا يستاهل سينما. فروحوا شوفوه واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وايه رايكم الفيلم ده احسن من توب جان في نفس المستوى بتاعه، مش بنفس المستوى بالظبط بس برضه في نفس ليفل المتعه ده. مستني اعرف رايكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.